طبعا كلنا شفنا امبارح مباراة مصر والبرازيل، والتي انتهت بفوز البرازيل 2-1. سجل الاهداف برونو غيماريش لاعب نادي نيوكاسل يونايتد، وسجل اندريك لاعب ليون، وسجل هدف مصر الوحيد لاعب بيراميدز مصطفى زيكو. طبعا كلنا شفنا الاحداث الاخيرة، وشفنا حسام حسن هيعمل ايه في التشكيل اللي سيثبت في كأس العالم. طيب، التشكيل بالنسبة لوجهة نظري: مصطفى شوبير في حراسة المرمى أدى أداء ممتاز جدا قدام فريق بحجم البرازيل، ويستحق اللعب كفرصة أساسي. قدامه اتنين: ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، ومحمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي. الاتنين دول مقدمين شغل كويس جدا، ياسر بالرجولة ومحمد عبد المنعم بالفنيات. هنقدم موسم كبير جدا باذن الله، وهنقدم خط دفاع قوي. في الباك رايت هيلعب محمد هاني لاعب النادي الاهلي. محمد هاني مفيش بديل متاح ليه، لكن محمد هاني افضل الموجودين. في الباك ليفت هيلعب احمد فتوح لاعب نادي الزمالك، لاعب تقيل ولاعب ممتاز، وكمان في العرضيات والمراوغات لاعب كويس ومفيد جدا بالنسبة للناحية الدفاعية والهجومية. هنلعب بتلاتة في نص الملعب: حمدي فتحي مركز ستة، هيثبت حمدي فتحي كمركز ستة ومش هيتحرك. وهيلعب بمروان عطية كمركز تمانية عشان يتحرك براحته، وهيثبت حمدي فتحي كستة. وإمام عاشور هيلعب مركز عشرة. ديت كانت أضلاع خط الوسط بالنسبة للمنتخب المصري في كأس العالم. كمان في مضلع الهجوم هيلعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي. محمد صلاح خبرة كبيرة جدا، افيد من هيثم حسن في بعض الاوقات، لانه بيديك سرعة في الاداء. وتريزيجيه بيعافر على كل كورة، وكمان فنياته كويسة، فممكن يديك فنيات ومردود اكتر تريزيجيه. ومهاجم هو عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي، هو افضل الموجودين ومهاجم فيه امكانيات عالية. ده كانت تشكيلة منتخب مصر من وجهة نظري. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس. وسلام.